يا صباح الفل والرزق، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الوصفه بتاعتنا مش وصفه اكل، وصفه لتنظيف المواعين والحواض والبوتاجاز، وهرجع لك البوتاجاز بتاعي الجديد وحاجه كده اللهم بارك. يلا نقول بسم الله ونصلي على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. وهعمل لك اللهلوبه في البيت، اللهلوبه اللي بنجيبها دلوقتي وبقت غاليه جدا. هعمل لك بمكونين اتنين في البيت وببلاش، هنعمل اللهلوبه ببلاش. وشايفين الحوض عامل ازاي؟ هرجعهولك جديد اقل التكلفه. يلا نقول بسم الله ونبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسيش بقى، انا قناتي اسمها فاتن فود، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا بقى نبدا ونقول بسم الله، واقول لكم انا ازاي عملت اللهلوبه في البيت. ومش هشتريها تاني، ايوه مش هشتريها تاني، لان اللي بعملها في البيت احسن بكتير وبتنضف احسن بكتير يا بنات. عايزه اقول لكم بجد رجعت لي الحوض بتاعي اكنه جديد بالظبط. شايفين بقى اللمعان الحوض عامل ازاي بعد ما كان مطفي؟ مهما كنت بدعك فيه كان بيبقى مطفي كده ما بيلمعش. ودعكته بقى حته بسيطه كده من اللهلوبه، الحوض بقى رجع جديد زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت اللهلوبه ازاي. اللهلوبه بتتعمل من ليمون بس يا جماعه. انا حطيت قشر الليمون، طبعا الليمون غالي جدا فكنت شايله كده قشر الليمون، وان احنا عندنا برد فاستهلكنا كتير ليمون، فشلت القشر في التلاجة لحد ما جمعت كمية حلوة. وكان عندي هنا برتقانايه قشرتها وحطيت القشر بتاعها. طب البرتقانه يا فاتن لازمتها ايه؟ البرتقان فيه زي زيت كده بيحافظ على نعومة الايد، وكمان بيخلي ريحة اللهلوبة حلوة جدا. وحطيت نص كوباية من صابون المواعين، اي نوع صابون مواعين بتستخدميه. وتقدري هنا بقى تحطي قرنفل، تقدري تحطي قرفة عشان تخلي ريحتها حلوة. وحطيت ربع معلقه من الكربونات، ايوه ربع معلقه من الكربونات، وسبتها بقى تغلي زي ما انتم شايفين كده، تتهري خالص الليمون يتهري مع قشر البرتقال. مش عايزه قشر البرتقال براحتك، بس انا بخلي القشر البرتقال في اللهلوبه لان دي انا هعملها في البيت فعايزاها تحافظ لي على ايدي. الزيت بتاع البرتقال بيحافظ لي على نعومه ايدي، وعايزه اقول لكم ما بتبوظش الايد ولا اي حاجه، تقدري تستخدميها وامنه جدا على ايدك. اول ما يغلي بقى وتحس ان هي اتهرت، هي خدت معايا ربع ساعه او نص ساعه حسب البوتاجاز بتاعك انا مغطيه عليها. وكده خلاص بقى كانت اتهرت معايا وسبتها تبرد. وتعالوا بقى ناخدها كده في الخلاط ونقوم ضربينها كده، بردت اهي. تقدري تضربيها بقى بالهاند بريندر على طول في الخلاط براحتك خالص. انا ما عنديش هاند بريندر فهحطها في الخلاط بتاعي. وزي ما قلت لك تقدري بقى تحطي عليها اي روايح عايزاها. تقدري قرنفل وهي في الميه بتغلي، يعني وهي بتستوي الليمون بيستوي نحط بقى الحاجات العطريه دي. حبه بتاع ده اهو قرفه بتخلي ريحتها حلوه، بس انا استكفيت كده بس. شايفين بقى ضربتها وبقت لهلوبه فعلا. العجينه اللهلوبه معانا اهو زي اللي احنا بنجيبها من بره. وعايزه اقول لكم دي احلى وانضف 100 مره. لا هتبوظ لك ايدك بقى ولا فيها مواد كيميائيه ولا الحاجات دي كلها، بالعكس ده هتحافظ لك على ايدك. حاجه من البيت وتقدري تستخدميها بقى في البوتاجاز لو البوتاجاز يستلس. تقدري تستخدميها في الحوض زي ما انتوا شفتوني كده في الاول. هوريكم بقى كمان في الحلل الالومنيا بتخلي الحلل عامله ازاي. هاخد بقى كده يعني شوفوا حاجه بسيطه جدا منها. وبالليفه هدعك كويس قوي، لاني على فكره بالليفه مش بالسلكه، انا ما بدعكش بالسلكه. تعالوا بقى نشطفها على الحوض. وهاخد دي كمان الحله دي كمان برضو. عايزه اقول لكم بجد يا بنات بتبرق زي ما انتوا شايفين بقى كده. تعالوا بقى كده نشطف الحله على الحوض. عايزه اقول لكم بجد كمان الفلاش الموبايل كان فصل، موبايل كان يعني خلاص هيفصل شحن، بس للاسف ما بينش اللمعه بتاعه الحله. شايفين عامله ازاي؟ فظيعه. اي بقى حاجه عندك استانلس الومنيا تقدري تغسلي بيها البوتاجاز، بيطلع الدهون بتاعتها في ثواني. لو عندك بوتاجاز شباك وعليه دهون تقدري تستخدمي اللهلوبه. بصوا عايزه اقول لكم بجد فظيعه فظيعه، ما بستغناش عنها طول، بالذات ما في ليمون بقى، ليمون الشتاء والليمونه بتبقى كبيره، فبحوش كده الليمون في الفريزر في التلاجة زي ما انت عايزه. تعالوا بقى نغسل الحوض. شايفين شكل الحوض عامل ازاي؟ يعني معذرة على الشكل ده بس انا قلت لازم اوريكم الفرق عامل ازاي، فرق الحوض. تعالوا بقى كده، دي الليفه دي بتاعه الحوض، لازم يكوني عندك ليفه مخصوصه للحوض مش بتاعه المواعين ولا بتاعه البوتاجاز، دي حاجه كده يعني خليها لوحدها. خدت بقى كده اللهلوبه بتاعتي، خدت يعني اللي كانوا موجودين في شفشق الخلاط طبعا مش هرميهم، ورحت حتى بقى شويه من الصابون المواعين وابتديت ادعك زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم بجد هتشوفوا الفرق كبير جدا. اعملي بقى اللهلوبه في البيت، لا تقعدي تشتري ولا تكلفي نفسك.
وكمان دي هتحافظ لك على ايدك، وتقدري بقى تحطي فيها اي حاجه انت عايزاها بقى، زي ما قلت لك قرفه عشان الريحه، على فكره بتقلب لك ريحه البيت واكنك قاعده في فندق. بجد بجد بتخلي ريحه البيت حلوه جدا، وحابه ان هي كده ايه، تسيبيها تغلي على البوتاجاز من كتر ما الريحه بتاعتها بتبقى حلوه جدا. ادي بقى الحوض بتاعنا، شايفين بقى؟ ده كمان زي ما قلت لكم الفلاش ما كانش موضح كل حاجه بالظبط، لكن الحوض حرفيا كان بيبرق. لايك وشير وسبسكرايب يا جماعه.